كأس السوبر 2001. البداية كانت في 14 سبتمبر 2001، أول مباراة للسوبر المصري بين بطل الدوري الزمالك ووصيف بطل الكاس المحلة بعد غياب الأهلي واعتذاره. فاز الزمالك يوم السوبر 2-1، وسجل حسام حسن هدف قاتل في الدقيقة 117 من الوقت الإضافي. كأس السوبر 2002. تاني مباراة في السوبر 19 سبتمبر 2002، الزمالك بطل المسابقة للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على المقاولين العرب بنتيجة 1-0. الهدف أيضا جه في وقت قاتل في الدقيقة 119 قبل دقيقة واحدة من اللجوء إلى ضربات الجزاء. كأس السوبر 2003. أول سوبر مصري بين قطبي الكرة المصرية، الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل الكاس، في مباراة أقيمت على ملعب الكلية الحربية وانتهت بالتعادل السلبي، لكن الأهلي فاز بضربات الجزاء 3 ركلات مقابل ركلة للزمالك. كأس السوبر 2004. سوبر آخر بطل المقاولين العرب، هذه المرة بطل الكاس يفوز على الزمالك بطل الدوري بنتيجة 4-2 في مباراة رائعة تسيدها ذئاب الجبل من البداية حتى النهاية. كأس السوبر 2006. بعد فترة توقف عاد السوبر بعد سنتين بالتحديد يوم 23 يوليو 2006. سطوة الأهلي بقيادة مانويل جوزيه وفوزه على إنبي بنتيجة 1-0. كأس السوبر 2007. الأهلي والإسماعيلي في أول سوبر بين الفريقين بعد تعادل إيجابي 1-1 في المباراة، وفوز الأهلي بركلات الجزاء 4-2. كأس السوبر 2008. القمة المصرية من جديد، الأهلي والزمالك. فوز الأهلي 2-0 بأقدام أحمد حسن والمعتز إينو. كأس السوبر 2009. بطل جديد للسوبر بعد الأهلي والزمالك والمقاولين، الدور جه على حرس الحدود. بطل السوبر بعد الفوز على الأهلي بطل الدوري بنتيجة 2-0 بأقدام أحمد حسن مكي وأحمد عبد الغني. كأس السوبر 2010. الأهلي يعوض خسارته أمام حرس الحدود في 2009 ويفوز بهدف محمد أبو تريكة. كأس السوبر 2012. عودة بعد الثورة المصرية إنبي والأهلي، وفوز الأهلي 2-1 بأقدام محمد شعبان لإنبي وعبد الله السعيد وجده للأهلي. كأس السوبر 2014. السوبر بين الأهلي والزمالك، تعادل سلبي وفوز الأهلي بضربات الجزاء بعد الركلة الشهيرة المهدرة لمحمد كوفي. كأس السوبر 2015 في دبي، الأهلي والزمالك.